السلام عليكم حبايبي الحلوين، والنهارده جايه لكم فيديو جديد من قناه طبخ للجميع وعلى قناتنا اللي هي على قد الايد. النهارده قلنا نعمل حاجه حلوه وممتعه، المبكبكه الليبيه. قلنا نفك النحس عن مصر شويه ونخش المطبخ الليبي ونشوف الدنيا فيها ايه. جبنا لكم الاكله الشعبيه بتاعت الليبيين: طماطم، فلفل، بصل، لحمة يعني ايه حلوة كده بتستوي بسرعة، بطاطس، زبدة. هنقطع كل الكلام ده كتاكيت وهنشوف هنعمل ايه النهاردة. بصوا، هنجيب حلة على النار وهحط فيها الزبدة عشان انزل بايه باللحمة، لان اللحمة ايه هخليها تستوي الاول على ما نشوف الكلام ده كله. هنزل بالزبدة على النار بحبة زيت عشان الزبدة طبعا ما تتحرقش. انا عايزة شوربة دسمة، جو شتاء وعاوزين حاجة يعني ايه جامدة كده، يعني ايه تخلي الواحد يتدفى كده مع طبعا الشطة. واو. بص هنزل كده باللحمة، هشوحها تشويحة بسيطة ولا هحط عليها اي بهارات خالص. اول ما بنزل باللحمة يا جماعة خليها قاعدة عامة عندك، اللحمة لازم تحط عليها معلقة سكر، دي ما فيهاش كلام. الزبدة والسكر بتدوب اللحمة، بتخلي اللحمة دايبة وبتخلي اللحمة من جوه قلبها مورد كده، فاهمين دوت كده خلاص. وهنزل على طول بالمية السخنة بتاعتي او معلقة السكر اهي زي ما بقول لكم، وهنزل على طول بالمية السخنة عليها. وزي ما قلت لكم هقطع بقى الحاجات بتاعتنا دي. البصل هقطعه شرايح جوليان كده بس هنا ايه، وهنزل على طول بعديها بالفلفل. هقطع كل الفلفل مع بعضه، لان انا هنزل الاول اصلا ايه بالبصل. احنا هننزل الاول يا جماعه بالبصل لما نشوف المبكبكه الليبيه دي هتبقى طعمها في الاخر ايه. ادي كده انا عايزه، لو انتوا شايفين، لا انا صورت لكم البطاطسيه الاول اللي هي الناشفه عشان تستحمل. كده هنزل بالزبده وانزل بالبصل الاول وبعد كده ياخد تشويحه، وبعد كده انزل بالايه ومع الثوم، بعد كده انزل بالفلفل الالوان والطماطم. وانا كده عامله عصير طماطم اهوت، انا عايزاها يعني تبقى مشبعه، فاهميني؟ عشان كده مكتره فلفل بصل والكلام ده. بعد ما اللحمه استوت كده خلاص واخداها كده اهوت، نزلت بيها تاخد تشويحه مع الصلصه. البطاطس اهم حاجه تكون مكعبات كبيره وتكون البطاطسيه ناشفه عشان تستحمل. بعد كده انزل بالشوربه، البطاطس اللي هي الرمليه، لا بطاطس ام نقطه حمراء. وبعد كده انزل بكيلو المكرونه بتاعي انا، عشان احنا 6 افراد فانا عامله كيلو مكرونه. ادي كده يا ست الكل، ما فيهاش اي حاجه. المبكبكه الليبيه جبنالك المطبخ الليبي لحد عندك. وفلسطين برضك بتحط فيها لحمه بالعظم، انا حطيت الاتنين، حطيت لحمه مشفيه وحطيت لحمه بالعظم. زي ما انتوا شايفين الطبق شكله يعني جنان، وهو طبق بيتكلم عن نفسه، مش لا تعليق، نو كومنت. دعونا ناكل بصمت. انا بصراحة حطيت الطبق على السفرة وما استنيتش حد، بتكلم جد والله. والشوربة جنان تحفة. اتمنى يكون الطبق ده